اهلا في الفيديو ده. دلوقتي انا قاعده على السطح عندي، أه بتمرجح زي ما انتم شايفين كده. فكنت حابه اوريكم الجنينه بتاعتي، حابه اوريكم. هنخش المرسم سوا. ف مش عارفه هنعمل ايه صراحه. ممكن اخدكم جوله في المرسم، جوله سريعه كده. بصفة ان انا غيرت شويه في المرسم. اخدكم جوله في اخر اللوحات اللي انا رسمتها، وهكذا اللي انا رسمتها. دي نظارتي الجديده. بس فخلونا نبدا ونشوف ايه اللي هنعمله. اول حاجه، هاي. حاليا انا في الجنينه نفسها، بس هو عشان اكون صريحة معاكم وما تتخيلوش انها حاجة مهولة قوي، فهي شويات صغنونة وزرع صغنون ليا. ف آه، حطهم جنب بعض كده وكرسي ليا، فانا اسميه الجنينة الصغيرة. فهو ده الجنينة بتاعتي. حابة اوريها لكم. وطبعا انا بنميها وبكبرها، يعني هي كانت قبل كده صغيرة، كانت فيها شوية من الشمعدان بس، شوية من الورد البنفسجي اللي هو بي اللي بينام يعني، حسب ما نسميه يعني. هتشوفوه. ف بس فيلا بينا نشوف. اولا هي دي الجنينة كلها على بعضها. هنا دي شجرة الشمعدان كلها. بس حاليا ورقها بيقع، وبتطلع ورق جديد. هندخل في هنا برضو على الارض ورق الشمعدان، شجر الشمعدان صغير، بس برضو ورق وقع وبيطلع جديد. هنا في القصبية ديت بزرعها، هتطلع قصب برضو. في هنا حاطة الكرسي ده، بقعد هنا جنبي. هنا بيبقى بحط قهوة شاي اي حاجة، بس حاليا حاطة ينسون والكتاب والدفتر ده بكتب فيه. ودي شجرة فراولة صغير، فيها الفراولاية ديت حمار. وده المعطف بتاعي. هنا ده شجرة تين شوكي ولسه بتطلع. بعدين هنا شوية شجر كنت زرعاه، في اللي بيطلع منه لسه. هنا بذور وهنا بذور، وهنا ده صبار. هنا صبار برضو، تلاقوني زرع صبار كتير. وهنا ده ده اللي هو شمعدان برضو. هنا ده نعناع، بس النعناع لما نقلته نشف، بس هيطلع تاني لسه. وده مش فاكرة صراحة كان ايه، بس كان حبوب برضو. هنا مجموعة نباتات مع بعض. هنا صبار، وهنا الوردة اللي انا بقولك عليها اللي هي بنفسجي، اللي هي بتفتح وتقفل، اللي هي زي دي وزي دي كده، ودي اللي هي دي اصلا، ودي. في طبعا بقى بذور تانية، وفي البصلاية ديت بتطلع بصل، والصبارة ديت. هنا في صبار برضو، وفي الورد ده. وهنا حاطه التربة او التربة يعني اللي باخد منها علشان لو هزرع تاني يعني. هنا الشجرة ديت اسمها شجرة السور. حطها كده، المفروض تتحط جنب بعض كذا شجرة منها ويتقص منها بشكل معين، بشكل حلو كده. بس انا اخدت منها شجرة واحدة وحطيتها هنا، فلو شفناهم واحنا داخلين. لحظة واحدة.
بس هو ده شكل الجنينة بتاعتي كلها. وبس ساعات بقى انا بحب اطلع على طول في الشمس الصبح او في وقت زي كده، واطلع اكتب، ارسم، اعمل اي حاجة. مش ارسم اسمع التليفون، اقرا يعني. ف يعني حاجات منوعات، حاجات مختلفة كده بس. خش المرسم احسن. اوكي دلوقتي ممكن ناخد جولة في المرسم، و اوريكم من اللوحات، او اخلي اللوحات في فيديو تاني احسن، حتى عشان الفيديو يكون قصير. مش عايزه اخلي الفيديو ده طويل يعني، خلينا نكون اخدنا جولة في الجنينة وجولة في المرسم. بس خلاص كده. ف اوكي يلا بينا نقوم نبدأ يعني. يلا بينا. اوكي هنبدأ من هنا، لان مفيش حاجة على اليمين غير اللوحات اللي على الارض وهكذا يعني. هنا في لوحات على الارض، في لوحة هنا، في هنا حطيت ده على وضع مكتبة ومكتب يعني. وده فاضي، فهنا في مجموعة رسومات، حطيت ده مجموعة رسومات ورسومات. هنا الالوان دي الوان الاكريليك، الوان الواش، الوان المية، الوان المية، الدبابيس. هنا اللوحة دي، وهنا الرسومات دي على الحيطة، واللوحة دي هناك على المكتب. المكتب بالشكل ده، رتبته بالشكل ده. حاطة هنا الألوان الخشبية كلها، والفرش بتاع ألوان البوستر كلر، والألوان الخشبية ديت، والأويل باستل. ده انا عملته. اللوحه دي انا ما كنتش يعني شايفاها انها اللوحه تستحق يعني بالظبط، فعملتها. هسيب لكم الصوره على بتاع اللي هي الصوره ديت. فعملتها بالشكل ده، فعشان لما اجي ارسم ارسم عليها، والسكتش محطوط اهو. وخليت الاقلام هنا، حطيت الباص دي عليها، ودي مجموعه السكتشات والرسومات اللي على المكتب. ده البخاخ بتاع الالوان المائيه، المقلمه محطوط فيها اقلام التسييح، الاستيكة، وهكذا. مش حاجة تاني يعني. هنا بقى كل دول في هنا زرعة ديت، زرعة شمعدان برضو. وهنا كلهم لوحات، كل دول لوحات القديمة كلها انتوا شفتوها. وهنا الحامل، وهنا اللي انا بشتغل عليهم كلهم زي ما انتم شايفين، كله بهدلة. والفرش عايزة تتنضف كلها، كل الفرش عايزة تتنضف، والالوان الدنيا متبهدلة. وده بسبب ان انا حاليا شغالة كل يوم تقريبا على لوحة، كل يوم شغالة على لوحة، فخلتني اعمل لوحات كتير. بس كده. دي واحدة كيوت كده. بس هو ده كان شكل المرسم. ان شاء الله الفيديو القادم اوريكم شكل اللوحات اللي اتعملت خلال المدة. هي ما كانتش مدة صراحة، هي كانت خلال الايام اللي فاتت، اسبوع مثلا، اسبوع ونص كده يعني، حبة زي كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، الفلوج يكون عجبكم، وانكم تكونوا كمان استمتعتوا. واتمنى انكم تقدروا تكونوا عندكم جنينة في البيت من يعني الزرع اللي عندي كنت جايباه من عندي يعني. مفيش غير زرعتين بس، اللي هي الفراولة والسنانير، اللي هي الورد البنفسجي، اللي هو كان اللي هو كان جنب الصبار. هو اللي جبته من المشتل، والباقي انا جبتهم من بعض. فاتمنى انكم تكون عجبتكم الجنينه، وعجبكم فكره الفيديو. فانتظروني ان شاء الله في فيديو قادم. اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، وبس.
تشير الفيديو ولينك القناه، واللينك القناه التانية فتفضل شيريها، هسيبها لكم تحت في هسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. ومع السلامه.